ميليتاو على جهة اليمين، محاولة لكن فيها تعب وبيلي لكن الدفاع يتدخل. يا الله، قريبة جدا من ريال مدريد. لا انتصار، هذه كرة خطيرة من جانب موراتا، ولكن لوكا بتمريرة أمامية لكن الدفاع يتدخل يجعل يتأخر في التحرك. اليوم ناتشو يلعب كظهير أيمن، قيام بكل شيء بهذه التمريرة بهذه التمريرة، لكن العودة سريعة من جانب فالفيردي جدا وصعب جدا، والتنافس سيكون هائل وكبير. تمريرة التحرك من جانب لوكا مودريتش، الكرة في مودريتش التمريرة لكن الدفاع. تحرك من جانب موليني يبحث عن اللمسة الأمامية للهجوم. الروخي بلانكوس في هذه التمريرة حلوة، مولينا بكرة، الله بروعة كبيرة يا روخي بلانكوس. أي تمريرات، أي لعبة جميلة، هدف ولا أروع. 1-0 لأتلتيكو في الديربي بعد 18 دقيقة في سانتياغو برنابيو. جاءت الشرارة الأولى في الديربي بعد عمل كبير يا عيني، كبير يا سيميوني في لقطة رائعة جدا. يسجل الأتلتي الهدف الأول. بعد ذلك ريال مدريد في حملات الهجومية، ولكن الروخي بلانكوس سيكونون دائما مطالبين بالهدف الأول في هذه المباراة الكبيرة. الكرة تعود إلى كورتوا، اللمسة إلى غريزمان، روعة لغريزمان. العودة بعد ذلك إلى موراتا، صراع الكرة يكسبها ميليتاو بدون خطأ في قرار الحكم. كامافينجا على اليمين لريال مدريد، عرضية خطيرة لكن اشترك عند فالفيردي تسديدة لكنها سهلة في يد الحارس. سهلة هذه الكرة، مثل هذه الكرات لا يمكن أن تخدع برنابيو. هنا كامافينجا وغريزمان، وإدارة الكوبا ديل ري سيكون أمر مزعج على مستوى المعنويات. صار إلى مندي، فينيسيوس وجد نفسه في الجبهة. كوريا يلعب كرة، لمسة إلى مولينا خطيرة على جهة اليمين، جهة اليسار. ريال يحاول تغطية من الدفاع، خطأ يحتسب الحكم، نعم لفيني، خطأ لفينيسيوس. توني كروس حطه بالراس، يا إلهي، لقطة مستحيلة يا الله. لا تسألني كيف ضاعت، حلوة لنيمار والتمريرة لكنها مرت، يا إلهي، لقطة ولا أروع لمصلحة أكيد وقدراته الهائلة. أتلتيكو موليني يبحث عن التمريرة، يعيد ريال مدريد دائما إلى الواجهة، تغطية وتدخل على لوكا مودريتش. الرمية الجانبية فالفيردي، كامافينجا، غريزمان، تغطية وتدخل، خطأ لمصلحة كامافينجا ضد غريزمان. غير اتجاه اللاعب على اليمين، عادية فينيسيوس يحاول يمر، تغطية يحب يكمل مرتدة، يحب جهة اليمين. ناتشو بكرة عرضية محاولة خطيرة لكن وكرة عرضية باتجاه موراتا، بلمسة في المساحة إلى غريزمان، صراع عليه، لاعبين عليه ويمنعون من المرور. أتمنى فينيسيوس عودة سريعة، أول لمسة، أول كرة، أول خطأ يكسب لريال مدريد، ثم أول إنذار في الديربي لدي باول. بطاقة صفر، وبالتأكيد سينتظر نصف النهائي. أتلتيكو مدريد طويلة، الكرة أمامية باتجاه فالفيردي، إبعاد وتغطية من جانب الدفاع، اعتماد أكثر على المرتدات. الكرة الطويلة، محاولة في يد اليسار إلى فينيسيوس جونيور، يحاول يمر ولكن التغطية أمام الشيء في قرار الحكم، ضربة لحارس أتلتيكو أوبلا. حكم اللقاء سيزار سوتو غرادو يوقف اللعب في هذه الأثناء بسبب إصابة موراتا، احتكاك مع ميليتاو في اللقطة الماضية. شوفوا مرة أخرى الاحتكاك من جانب ميليتاو بصراحة في هذه اللقطة، تعرض لإصابة ألفارو موراتا. كامافينجا داخل منطقة وكرة لكريم، ولكنها كرة عرضية داخل منطقة، إبعاد من جانب كوكي، وبعد ذلك يأتي اليمين بكرة، يا الله، كم كانت قريبة، كم كانت خطيرة، كم كانت جميلة، كعبك عالية فالفيردي لكنها مرت أمام كريم وأيضا أمام فينيسيوس. لم يكن فينيسيوس متسلل، اللقطة عندك يا فيني لكن الروعة، وكان له دور كبير جدا ثابت في إبقاء المباراة على هذا. على جهة اليمين مولينا، عرضية تغطية وتدخل، والمرمى الثاني مرة رودريغو، تسديد، الله يا صغير يا
اسينسيو بكرة بينية حلوة وكريم